السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده، دائما في اطار التحضيرات الرمضانيه. اليوم غادي نشارك معكم البقلاوه التركيه اللي غنيه على التعريف، اللي كتجي من اروع ما يكون، كتحمق شكلا ومذاقا، كتجي زوينه بزاف، ما تشبعوش منها، معسله وشاربه العسل وفي نفس الوقت مقرمشه واحد التقرميشه زوينه بزاف. مهم كتبقى هذه اسرع ما يمكن لك توجدي. الا كنتي مازال ما وجدتي حتى شي حاجه لسيدنا رمضان، هذه تنوضي ديريها في رمشتي، راه كتحضر، ما فيهاش تماره، ومهم دغيا كتوجدي، يعني راه ما فيها لا قلي ولا شبكي ولا والو، يلاه كتروليها كتكون واجده. والمذاق راه كتجي فريمون كتحمق، راه ما تخيلوش كي جات دايره، جات زوينه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. المهم ندوز معكم دابا المقادير وطريقه التحضير. المهم كنحتاج في المقادير 250 غرام ديال الكاوكاو اللي مقلي، باش تحمروه في الفران تقدروا تحمروه، حنا قليناه في الزيت. 250 غرام ديال اللوز حتى هو مقلي، المهم فسخ مسلوق مفسخ ومقلي. نحتاج القرفه، الزبده مذوبه نوازيت، ماذا بكم تكون زبده سبيسيال باش كتعطي المذاق زين وكتحافظ على القرمشه ديالهم مده طويله، مع الزهر والورقه ديال الفيلو وبطبيعه الحال العسل. دابا غادي ندوز نهرمش هاد الكاوكاو هو واللوز ونرجع معكم. ها هو البنات بعد ما طحنتهم، ها كيفاش درت لهم، يعني هرمشتهم بزاف، لا الكاوكاو ولا اللوز، طحنوهم رقاق وفي نفس الوقت ماشي تنيلوهم، المهم يبقاو شويه عاد شادين في ريوسهم. دابا غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نخوي فيه هاد الكميه ديال اللوز والكاوكاو. هنا راني كنت ضفت واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، ها هي. غادي نضيف واحد 4 المعالق ديال المزهر، هاد راهم 2 3 4. المهم حتى نشوف القوام، نقدر نزيد ما زهر. غادي نضيف كذلك 3 المعالق ديال العسل، غادي نضيف كذلك 4 المعالق ديال الزبده، اللي بغى يدير نص القوام يديره، حيت انا غادي ندير 2 رولوات ديال الفيلو. المهم غادي في الاخر فاش نسالي ان شاء الله غادي نشوف، غادي نقول لكم شحال هاد الحشوه شحال عمرت لي، واش رولو واحد ولا 2 ولا ما. غادي نعجنهم مزيان، ندخلهم مع بعضياتهم. غادي نزيد انا واحد الرشيشه ديال الملحه، راه ديما ديروا واحد الرشيشه ديال الملحه في الماكله ديالكم، كثر الحاجه الحلوه هكا باش كيبان المذاق ديالها، ما كتجيش باسله. صافي ها هي الحشوه كي كتولي، المهم تجمع معكم هكا، فاش تجمعوها تجمع على هذا الشكل هذا. هنايا كتاخذ واحد 4 ديال القضبان بحال هادو نتاع الشوا، وكديرهم في البلاستيك الغذائي، كتلويه عليهم باش كدير بحال هكا، بحال واحد السفود غليظ. المهم على هذا الشكل هذا كتحصلوا عليه، يبين اللي غادي تخدم، حيت غادي دير القلاوه ديك المرويه، ماشي هذيك اللي ورقه فوق ورقه. المهم البنات انا هي جبدت الورقه ديال الفيلو، كتاخذ منها 2 ورقات، ها هما، يعني هما اللي غادي دير وحده فوق وحده، يمكن غادي دير بيناتهم الزبده حتى نشوف. وبالنسبه للورقه اللي كتكون شايطه لكم، خاصكم تغطيوها بشي حاجه ضروري باش ما تنشف لكمش. المهم البنات هي راه حطت ورقه فوق الاخرى، غادي ندهنهم بالزبده مزيان، هذا الشكل هذا. نحيد هذه من هنا باش نتسى. هذا الشيء. المهم البنات كديروا هذاك الرولو ديال داك القطيب اللي كنا صايبنا، كديروه في الطرف
على هذا الشكل هذا، ها هو في الطرف، وكتلويو عليه غير واحد شويه على هذا الشكل. راه غير هذا الشيء اللي لوات من هنا حتى لهنا، واحد 5 سنتيم هكاك. ديريه رولو يعني ماشي غادي غترشي. ها نتوما تشوفوا كيفاش راه غدير الحشوه. علاش غير ما رشيتيش؟ ايوا احسن باش تبان. صافي البنات كدير واحد البودان من الحشوه صافي، وكتبدا كتلف هكا. المهم واش يزيرو ولا ما يزيرو شويه زيرو شويه، لا ما تزيروش يمكن. المهم روحوا معاها عادي وصافي. روحوا معاها عادي، ما تزيرو ما ترخفوا. التالي دهنوا بالزبده داك الطرف التالي كاع باش تلصق لكم مزيان. اللي ما عندوش بزاف ديال اللوز وتشهاها وبغى يديرها غير يرش هكا شويه فوقها ويلويها ماشي مشكل، ولا ديروها بالقوقعه حتى راه كتجي اقتصاديه وكتجي زينه يعني الصراحه. واش هي من هكا كديروا رولو ديال الحشوه، بودان هكا نتاع الحشوه ضروري كيجي المذاق حسن، وكتحسوا هكا بدوك المكسرات اللي كتاكلوا. المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، على حسب اللي متوفر عندكم. ماشي مشكل. اللي تشهاها يرش غير على الورقه من الفوق كامله، يرش عليها واحد الكمشه هكا ديال المكسرات ويديرها صافي. هنايا راه دهنت اللاطه ديال الفران. المهم هنايا غادي تضغطوا عليها واحد شويه باش تكمش هكا، كتدخلوها لداخل هكا بحال اللي تزيروها، تدفعوا بيديكم بجوج حتى دير يتشكل هذا الشكل هذا صافي. وكتجبدوا هذاك القطيب اللي كنتو درتو لداخل، وكديروها هنايا في اللاطه نتاع الفران. اذا جات طويله غادي نقصها. المهم قالت لكم راه الا جات طويله على الصني راه غادي تنقص منه، غادي تقطع منه شويه. المهم البنات راه درتها من الجهه الاخرى هكا، راه جا عبار نيشان في اللاطه صافي. راه هي دارتو هكا طول. نتوما الا جاكم قصير ولا طويل قادوه. المهم البنات دابا راني غادي ندهن هذه مزيان بالزبده قبل ما تبرد الزبده هكا. بحرة ولا نزيد صافي على هذا الشكل هذا. دابا غادي المهم البنات غادي تعاود معكم هكا واحده اخرى. كما قلت لكم كتاخذوا جوج ديال الورقات ديال الفيلو وكتدهنوهم بالزبده، ترشوا عليهم واحد شويه ديال الزبده صافي. كما قلت لكم في الاول كدير هذاك القطيب هكا في القمت، ومن بعد كتلوي عليه واحد 5 سنتيم هكا، وكدير الحشوه على هذا الشكل هذا صافي. وكتبدا كترولي هكا. المهم شدوا من داك القطيب وبديو كتلويو باش يعاونكم. المهم روحوا معاها غير بالمهل يعني ما تزيروا ما ترخوا، روحوا معاها عادي وصافي. صافي فاش كتوصلوا التالي ديال في الاخر ديال الورقه كتدهنوها بشويه ديال الزبده باش كتلصق وصافي. صافي على هذا الشكل هذا. من بعد كتبداو تضغطوا عليها هكا، تدفعوها يعني تدفعوا من جهه ومن الجهه الاخرى، وكتحيدوا هذاك القطيب صافي. وكديروها في اللاطه ديال الفران. هانتوما تشوفوا الزبده راه دغيا راه تجمد مع الحال بارد شويه صافي. ماما غادي نبقى مستمرين هكا حتى غادي تسالي الكميه كامله اللي عندنا. صافي هنايا بعد ما سالات الكميه كامله دابا غادي ندوز نقطعهم. غادي نحيد هاد الجوانب هادو هما اللواله باش هكا يبقى الشكل ديال البقلاوه زوين صافي. غادي نقطع حتى هاد الجهه الاخرى من هنايا. دابا غادي نحاول انني نقسمها في النص. وفي هاد الاثناء هادي راني شاعله الفران يسخن مزيان، شعلته من الفوق ومن التحت غير حتى يسخن. من بعد غادي طيب غير من التحت حتى كطيب مزيان وتحمر من التحت، عاد كتردوها الفوق عاد كتشعلوا عليها الفوق. انا غادي نطيبها في الفران ديال الكهرباء
اللي غادي يطيبها في الفران ديال الغاز حتى هو يشعلها دير يشعلو يسخن يسخن مزيان ويردها طيب. دابا بعد ما قسمتها في النص حتى هذا الجزء هذا غادي نحاول انني نقسمه في النص. المهم الحجم ديال الحبه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. واش حتى هي يعني في رمضان كيكون بزاف ديال الحوايج حلوين بنادم ما يقطعهمش كبار هكا ما غاديش يقد باش بنادم ياكل هكا شويه حبه شباكيه حبه من هذه حبه احسن ما ديروهم كبار وبنادم يبدا على الحاجه وما يكملهاش. المهم يجيو هكا مرصويات صغار حسن. ولكن حتى هكا ها هي الحبه قداياش يعني راه تبارك الله. صافي غادي نبقى مستمره هكا حتى نقطعها كامله. صافي دابا هاني بعد ما صاليت لها التقطاع كامله دابا غادي نديرها في الفران طيب. المهم حتى تحمر من التحت ومن بعد نشعلها من الفوق تحمر من الفوق صافي ونخرجها. وديك الساعه فاش تبغي تعسلها غادي نوري لكم. صافي البنات هنايا هي بعد ما طابت من التحت راني رديتها تحمر من الفوق بهذا الشكل هذا كما تشوفوا راه كتجي مقرمشه. خدات 40 دقيقه ديال الطياب ودابا راني غادي غير نحمرها من الفوق وصافي ونخرجها. بالنسبه لدرجه الحراره انا طيبتها على 250 ولكن كيبقى على حسب كل واحد والفران دياله. هذا شويه ثقيل في الطياب داكشي علاش حتى التالي قلت لكم هذا ماشي مجهد. هذا الفران ثقيل في الطياب ديالو داكشي علاش الا كان عندكم الفران في الساعه كيسخن ديروه على 180 درجه وطيبوها غير على المهل وصافي. المهم انا هيا هنايا دابا راه زادت له فاش بغات تحمرو راه رداتو ل 300 غير باش يتحمر. راه كيشعل الفرفره. المهم هي راه دارت الفرفره درتيها من الاول ولا حتى التالي. المهم حتى التالي وخدمت معاه الفرفره الفرفره هي هذه غير ديال البوله. بالنسبه للفراره هو هذا التيمات يمكن تاع 50 لتر 60 لتر هذا وصافي. قالت لكم اللي بغى يشري 50 حسن. هذا يمكن حيت كبير ثقيل في الطياب. صافي ما لا عاد باقي هذيك الجهه. صافي البنات دابا هي بعد ما خرجتها من الفران وهي عاد حاميه. المهم خرجتها غادي نبدا نسقيها بالعسل. المهم ضروري سقيوها فاش تخرجوها هي بعدا من الفران سقيوها باش تشرب العسل. بالنسبه للعسل راه هذاك اللي شاركت معكم في القناه هانتوما تشوفوا درت معكم 2 قوامات ديال السكر راهم درت بهم الشباكيه ودرت لسان الطير وهاد نسيتو هذا ايوا شويه. المهم راه كما قلت لكم راه 2 قوالب ديال العسل راه كيديروا لكم كاع المعسلات ديالكم اللي بغيتو. انا راه دارت الخير والبركه صافي. المهم شربوها مزيان وصافي بالعسل. وماذا بكم ديروا العسل يعني هذه ثقيله ماشي ديروا الشربات راه دغيا كتولي كيفاش كيقولوا لها ما كتكلوفز ولا ما كتبقاش مقرمشه يعني في الساعه كتلوى. يعني ضروري يديروا العسل هذه ديال الدار ولا شريوها. المهم هاد الثقيله هذه ديالنا ديال المغرب. نزيد العسل ولا صافي شي حبات ما داروش غادي تبقى لتحت. صافي البنات دابا غادي نسقيها ونخليها تشرب على خاطرها. بالنسبه لها سمعوا كي كتجي مقرمشه ها هي. المهم نخليها تبرد شويه ونكمل معكم الشكل النهائي. المهم البنات انا ما حد هذا العسل فيها الفوق غادي نزينها غير هكا بواحد شويه ديال اللوز مهرمش من الفوق. المهم اصلا كان شاط لي غير من الحشوه به غادي نزينها. لا راني نصور. وبالنسبه نسيت ما قلت لكمش بالنسبه لديك الكميه اللي درت ديال اللوز ها هو راه دار لي جوج ورقات 2 رولويات نتاع الفيلو وعاد هو شاط لي منه. يعني اللي بغى يدير غير رولو واحد يدير غير 125 غرام ديال الحشوه نتاع بحال نتاع اللوز 125 غرام ديال ولا غير 100 غرام كاع بلا ما تكثروا. الا ما غاديش ديروا بها شي معسله اخرى بلا ما تكثروا.
حنايا قدي لا ولات كنا باغيين نديرو المحنشه وما نعرفش نديروها ولا لا. المهم وصافي غادي نزينها وصافي. ها هو البنات الشكل النهائي ديال البقلاوه بعد ما خليتها تتعسل شويه وبردت. المهم فلوك زينتها معكم باللوز، ودابا زينتها بشويه ديال الورد البلدي. ها هو الشكل ديالها كي كتجي. هنقول ها هي هانتوما تشوفوا راه كتجي مورقه، كتجي شاربه العسل معسله من داخل. بالنسبه للتقرميشه هانتوما كي كتجي مقرمشه المهم راه كتجي زوينه بزاف. كنصحكم تجربوها وكتبقى من اسهل المعسلات اللي يمكن لكم ديروا. يعني في الحقيقه ما فيهاش شي ثمره كبيره وحتى المخسور ما فيهاش بزاف وكتجي زوينه بزاف زعما كتجي من داك الشيء رفيع. المهم وصلت معكم دابا لنهايه الفيديو. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم وكنتمنى تدعموني وتبارطاجيو قناتي مع احبابكم مع اصدقائكم. ما تنساونيش بلايك وتعليق زوين على امل لقياكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.